خبر صادم كيروج من صف التواصل اليوم. وزارة الدفاع الجزائرية أعلنت رسميا على مقتل 3 مواطنين مغاربة بالرصاص في منطقة بشار الحدودية. أشنو هي الرواية اللي قدمتها الجزائر؟ وعلاش هذا الحادث كيثير الشكوك في هذا التوقيت بالضبط؟ البلاغ الجزائري قال باللي العملية دارها الجيش وحرس الحدود في منطقة غنامة، وزعم باللي الأمر كيتعلق بمهربين مسلحين حاولوا يستغلوا سوء الأحوال الجوية. البلاغ كشف حتى على الأسماء ديال الضحايا: عدة عبد الله، عزة محمد، وسرفافا قندوسي، مع توقيف شخص رابع. وزادت الرواية باللي تم حجز كميات من الكيف وبندقية صيد. ولكن الملاحظ هو أن هذه البلاغات كتحاول ديما تظهر الجيش الجزائري في صورة اليقظة، وكتروج لنفس الأسطوانة القديمة ديال إغراق الحدود بالمخدرات. مراقبين كيشوفوا باللي توظيف هذه الحوادث كيكون دائما لخدمة أجندة سياسية، وتفاصيل العمليات كتبقى ديما محل شك وتساؤل كبير حول حقيقة أشنو وقع فعلا في ديك المنطقة. الوضع على الحدود كيزيد يتوتر، والضحايا هذه المرة مغاربة بالأسماء. انتم شنو رأيكم في هذا الحادث وهذه الرواية؟ شاركونا في التعليقات وتابعوا أخبار اليوم تي في باش تعرفوا أي مستجدات أو ردود فعل رسمية.